بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي أبناء الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله رب العالمين. النهارده هنتكلم عن تقييمات بتاعت سلاح التلميذ على المفهوم الأول. تقييم واحد، عندي السؤال الأولاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. القيمة المكانية لرقم 8 في العدد ده تعال نقسمه وحدات ألوف 789,403. هو بيسألني عن الثمانية. الثمانية موجودة فين؟ موجودة في الألوف. فين في الألوف؟ أو أحاد الألوف. يبقى التاني فين؟ عشرات الألوف. ممتاز جدا. 2 10 مثال العدد 650. هي قلنا بننزل 650 ونزود صفر كمان، يبقى الحل 6500. فين هي؟ 6500. ممتاز، دي قال لي أول واحدة. 3 أكبر عدد مكون من 7 أرقام مختلفة. 7 أرقام مختلفة، قال لي أكبر حاجة يبتدي بالكبير. احنا قلنا ده أصغر عدد مكون من 7 أرقام، لكن بقول لي 7 ارقام اكبر عدد مكون من 7 ارقام بس كنت اكتب تسعات. طب 7 ارقام مختلفه يبقى ابتدي بايه؟ اكبر حاجه 9 8 7 6 اهو بالشكل ده. يبقى اختار مين؟ اختار د. اللي بعدها 4 اداني سؤال بالصيغه التحليليه، هحط له نقط يعني عاوزه بالصيغه ايه؟ القياسيه. تعال نبص، ده موجود في الالوف وده موجود في الالوف، يبقى احطهم مع بعض، يبقى احط كومه واحده. يبقى اقول له ايه؟ 830,000. 830,000 لان ده موجود في عشرات. و204 و204. تعال نبص فين هو العدد ده؟ 830,000 و204. ممتاز، اللي قال لي ايه؟ رقم ب. 5 العدد 2,300,000 بالصيغه القياسيه. مليون يبقى اعمل كومتين زي ما اتفقنا قبل كده. 2 في المليون، الالوف 300، الوحدات مفيش حاجه يبقى احط 3 اصفار. فين هو؟ فين هو 2,300,000؟ اي واحده فيهم. ممتاز، اللي قال لي ايه؟ الف. 6 قيمة الرقم 4 في عشرات الألوف. 4 في عشرات الألوف، 4 عشرات يبقى أحط صفر، والألوف كم صفر؟ ممتاز، اللي قال لي 3. السؤال الثاني، أكمل ما يلي. 160 يساوي نقطة 10. كلمة 10 دي قلنا نمشي كم صفر؟ نمشي صفر واحد بس، يبقى كم الحل؟ ممتاز، قال لي 16. 8 الصيغة القياسية. العدد 1,271,305. قلنا مليون يبقى أعمل كومتين، أدي كومة، أدي الثانية. مليون يعني واحد. 271 271 و305. 9 مليون 300,000 ودي 2000 ودي 6. قلنا مليون يعمل كام كومة؟ ممتاز جدا، اللي قال لي كومتين، ادي كومتين. 1 في المليون احط 1 في المليون. 302 لان ايه مستر؟ لان دول في الالوف، يبقى اقول له 300 واثنان و6 في ايه؟ في الوحدات. دي ناقصها كام عدد؟ 2. احط كام صفر؟ يبقى احط صفرين. برافو عليك. المليون هو اصغر عدد مكون من، برافو عليك، اللي قال لي 7. اصغر عدد يمكن تكون من الارقام دول. ابتدي بالصفر؟ لا. طب الصفر الثاني ده؟ لا. امال ابتدي بمين؟ ممتاز، 2 0 0 5 يعني 2005. السؤال الثالث، اجب عما يلي. اكتب ثلاث اعداد مختلفه تتضمن الرقم 8 بحيث تختلف قيمته في كل عدد عن الاخر. يعني مره نحطه في الاحاد، مره نحطه في العشرات، مره نحطه في المئات، نحطه في الملايين، براحتك. انا هحطه اول حاجه في الاحاد واختار اي عدد بالنسبه لي، ومره ثانيه احطه في العشرات واختار اي رقم انا عاوزه، مره ثانيه احطه ايه؟ احطه في المئات. يبقى انا كتبت ايه؟ العدد 8 في ايه؟ في اماكن مختلفه، قيمته اتغيرت حسب المكان اللي راح فيه. 13 في مسابقه الجري قطعت يمنى مسافه 12,502 كيلو متر. اكتب المسافه التي قطعتها يمنى باستخدام الصيغه اللفظيه. هقول دول وحدات، دول الوف، يبقى كام في الالوف؟ 12. اسمها ايه؟ 12,000. برافو. و500 500 واثنان 502. يبقى قلنا ايه؟ 12,500 وايه؟ واثنين يعني. التقييم الثاني، السؤال الاول، اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. 1 الرقم الموجود في عشرات الالوف في العدد ده. تعال نقسمه ونقول ايه؟ وحدات الوف. ادي ملايين، انا عاوز مين في الموجود في عشرات الالوف؟ دول الالوف. اقول له احاد الالوف، بعد منه عشرات الالوف، يبقى مين في عشرات الالوف؟ ممتاز جدا، اللي قال لي 1. 2 150,000 يساوي كام 100؟ اقول له سهل جدا، اقول له 150,000 يبقى احط كام صفر؟ برافو عليك، احط 3 اصفار. طيب اعملهم مئات،
كلمة 100 دي تخبي كام صفر؟ ممتاز، صفرين، يبقى كام الحل؟ 1500 100. ممتاز جدا. 3. أصغر عدد مكون من الأرقام دي. أبتدي بمين؟ هل أبتدي بالصفر؟ لأ، أبتدي بواحد. ممتاز. بعد واحد صفر، 2 ممتاز، 3 5 7. يبقى الحل بتاعنا كام؟ 102357. أي واحد فيهم؟ ممتاز جدا. اللي قال لي إيه؟ ألف. 4. العدد 1,700,000. فين 1,700,000؟ ده 1,700,000، ده 1,700,000، ده 1,700,000. ممتاز جدا. 5. الصيغة الممتدة 492. قلنا الصيغة الممتدة أحط 2، بعد كده 9 في العشرات تبقى 90، 4 في المئات يبقى 400. أي واحدة فيهم؟ ممتاز جدا. اللي قال لي ج. 6. الصيغة القياسية للعدد 18 مليونا. يبقى أنا هعمل عندي كومتين، ده عنده كومتين وده عنده كومتين وده عنده كومتين، واحدة من الثلاثة، ب لا ج لا د. 18 مليونا، ده 18 مليونا، ده 18 مليونا، ده 35 مليون. يبقى حاجة من الاثنين، لا ب لا ج. يبقى 18 مليونا بعدها و620,000، دي 620، دي 623، يبقى 620. ممتاز جدا. بيحل معايا. 7. القيمة المكانية للرقم 5 في العدد ده. 5 احط تحتها خط. اقسمهم اقول له ايه؟ وحدات الوف. في الالوف اقول له احاد الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. ممتاز جدا. السؤال الثاني اكمل ما يلي. 8. قيمة الرقم 7 في العدد ده. قلنا قيمة الرقم احط العدد بتاعنا اللي هو 7، 1 2 3 4 5 6 7، فاحط 7 ايه؟ 7 اصفار. ممتاز جدا. اللي بيحل معايا يعني 70 مليون. اللي بعد منه تعال نقسمه وحدات الوف ملايين، يعني 4,700,635. عاوز الموجود في الملايين اللي هو 4، الالوف اللي هو 700,000، برافو عليك، و635. 10. الصيغه اللفظيه للعدد 47,032. هقول له ايه؟ 47,000، 47,000 واثنان وثلاثون. ممتاز جدا. اللي بعد منها 11. 100 ضعف العدد ده. 100 ضعف يعني احط له نفس العدد بتاعنا، نكتب نفس العدد اللي اداهولي اللي هو 4350. 100 ضعف يبقى احط له صفرين. 10 اضعاف احط صفرين بقى، صفر واحد بس. احط ايه؟ علامه بعد كل ايه؟ كوما بعد كل ثلاث ارقام. اقول له 435,000. 12. 40,000. ادي عندي 8000 وادي 100 وادي 40. احط الالوف مع بعض يبقى احط كومه واحده لان الوف. اقول ادي 40 وادي 8 يبقى 48,000. بعد منه 140. برافو عليك. السؤال الثالث اجب عما يلي. اذا كان عدد سكان في احدى المحافظات 3,562,017 نسمه، عبر عن كام باستخدام الصيغه الممتده. اقول له حاضر. 7 في الاحاد انزلها، 1 في العشرات يبقى كام؟ 10. ممتاز. احط الصفر؟ برافو عليك. لا، احط الاثنين. 2 في ايه؟ في الالوف احط لها كام صفر؟ ممتاز، 3 اصفار. اللي بعدها الستة في عشرات، الالوف عشرات يبقى صفر والالوف 3. برافو عليك. ممتاز. الخمسة في مئات يبقى صفرين والالوف 3 اصفار. برافو عليك. ممتاز جدا. بعد كده الثلاثة في مين؟ في الملايين احط لها كام صفر؟ برافو عليك. اللي قال لي 6. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. مطالب من حضرتك كولي امر ان ابن حضرتك يعرف الصيغ العدديه، يعرفه كويس جدا، سواء صيغه قياسيه ولفظيه ممتده تحليليه، يعرف كويس جدا يشتغل معاها. يعرف القيمه المكانيه، يعرف حد القيمه المكانيه لكل عدد. يعرف هنا ايه؟ قيمه الرقم يعرفها كويس جدا. يعرف يكتب الحروف كويس جدا من 1 لحد مليون. ربنا يفرحكم اولادكم دايما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.